فاكرين لما قلت لكم في الفيديو اللي فات من ضمن الحاجات اللي بتخليك تشاربن يور فيجن وتبقى انت عارف انت بتعمل ايه وازاي تصحي الدافع جواك كانوا كذا حاجة. خلاص، من ضمنهم الحاجة اللي هي بتاعت السابقين، ان احنا بنشوف الناس اللي قبلينا. خلاص، وصلوا ازاي وعملوا ايه، ايه العقبات اللي قابلتهم. بنشحذ همتنا من متابعتهم ومن ان احنا نقرا قصص عنهم والكلام ده. فانا من ضمن الحاجات اللي بعملها دايما ان انا دايما بقرا او دايما بسمع فيديوهات عن سير العلماء. خلاص، او سير الناس اللي هي البابليك فيجر اللي وصلوا لحاجات كبيره تعجبني تخش دماغي يعني. فكنت وانا بتابع سيرهم الذاتيه سواء في افلام او برامج او كده او كتب، فبلاقي ان كان في سمات مشتركه ما بينهم. من اهم السمات اللي لاحظتها مشتركه بين كل الناس دول، خلاص، هي التركيز، الفوكس بشكل مبالغ فيه في الشيء اللي هم عايزينه. انا مركز فيه، هو اي حاجه جايه في طريقي هي بتعمل كده، انا ماشي كده وهي الحاجات اللي حواليا بتعمل كده. افتكر مره كانت بتهيألي اسعاد يونس عامله مقابله مع محمد صلاح، او يعني هي مقابله مع محمد صلاح بس مش فاكره كانت فين. فكان بيسالوه بيقولوا له يعني ايه برضو سر من الاسرار الكبيره اللي خلتك توصل للمكانه الكبيره قوي دي. قال اجابه بسيطه: الفوكس. انا مركز في طريقي، مركز ان انا انزل الملعب العب احسن اداء، ماليش دعوه باراء الناس فيا، ماليش دعوه بالضجه اللي معموله عليا على السوشيال ميديا، ماليش دعوه بالنهارده في بارتي فين معين. كل ده بعمل له سكيب، مركز على حاجه واحده بس، هي ان انا عايزه اكون الافضل، عايزه اكون الافضل في الملعب لما انزل. ودي مش حاجه مش اختراعها يعني محمد صلاح، هي حاجه موجوده من زمن الزمن. يعني انا افتكر كان ليا دكتور في الجامعه، من احسن الدكاتره اللي قابلتهم على الاطلاق. كان من النوع، بجد كان عندنا ماده اسمها بايوكيمستري. الماده دي ما كانتش سهله، فيها تفاصيل كتير وكيمياء حيويه، مش سهله ابدا. فكان الدكتور ده كان ممكن حرفيا يلخص لنا المحاضره كامله اللي هي بتقعد بالساعتين والثلاثه والاربعه في ورقه، والورقه ما تخرش الميه، ما يطلعش منها معلومه، تخش الامتحان بالورقه دي اوكي بعد ما تذاكرها. خلاص انت حليت، جبت الفول مارك. كان الدكتور ده كان بيعمل ايه؟ كان بيقول انا بدخل الاوضه ما بعملش غير حاجه واحده بس، ان انا مركز ان انا اخلص المحاضره دي بس. موبايل بره، الاوضه مقفوله عليا، محدش يخش عليا الاوضه في الوقت دوت، واقعد اذاكر في الساعه دي المحاضره كامله. وخلاص، وبقيت اليوم بتاعي. يعني كان احيانا بيجي على بالي سؤال اللي هو يعني الساعه هتكفي ده كله؟ اللي اكتشفته مع الوقت ان ساعه بتركيز، يعني اللي هو هايبر فوكس، اللي هو تركيز شديد جدا جدا، ل6 7 8 ساعات بتذاكرهم خلال اليوم. تعالوا اقول لكم مثال تاني. كلنا طبعا عارفين عادل امام وسعيد صالح. سعيد صالح من الممثلين، لو حد اتفرجتوا على مسرحياتهم او كده هتلاقوه من اكتر الممثلين اللي بيضحكوا جدا، وكمان كان بيضحك اكتر من عادل امام. بس مصير عادل امام ايه في نجاحاته يعني في الافلام، وسعيد صالح كل واحد فيهم ركز في حته. عادل امام ركز في ان هو انا عايز اكون في المجال برغم تحفظنا على افلامه، ولكن انا بتكلم بس على وجهه النظر في الطريق اللي هو ماشي فيه. طريق كله مغريات، كله شرب، كله فيه حاجات كتير جدا صعبه تلهيك عن الهدف بتاعك. خلاص، الا ان هو كان فوكس، انا ماشي في طريقي، ماليش دعوه باي حاجه حواليا، ولا كل المغريات اللي بتتعرض عليا ببلاش مش هعملها، انا مركز في طريقي. لحد ما بقى اعلى سعر بيتقدم له عشان بس يخش في فيلم او مسلسل. طب سعيد صالح اتشهر واتعرف وكان بياخد اعلى رقم، بعد كده بدأ ينحدر. ليه؟ مشي في سكة الملهيات وشرب مخدرات واتسجن لحد ما مسيرته اتطفت خلاص. فعشان كده انا عايزاكم من اهم السمات اللي احنا عايزين نتمسك بيها في الحياة حاليا في زماننا ده، هي من اهم السمات اللي بقت عندك او بقت عندك هتحسي بفرق شاسع جدا في وصولك لاهدافك، هي التركيز. انا كده مره قعدت مع نفسي فتره كده، كنت حاسه فيها ان انا يعني فقدت الرؤيه بتاعتي،
فقدت القدره ان انا امشي في اهدافي. فقعدت كده اعمل عمليه رصد كده، هو في ايه، ليه بتجيلي الحاله دي ساعات. اكتشفت ان الحاله دي بتجيلي بسبب السوشيال ميديا، بسبب كتر الفيديوهات، كتر القعده على السوشيال ميديا. برغم ان انا فاكره ان انا مركزه ومتحكمه وعارفه انا بشوف ايه، وفعلا انا ما بشوفش حاجات يعني من الدارج اللي بتتشاف، بس برضو اثرت عليا، اخدت تركيزي فلقيت عندي حاله كده، اعتقد هي عند معظمنا بس مش بيركزوا فيها. حاله كده من كتر ما بتشوف حاجات كتير على السوشيال ميديا او هي بتاخد وقت كبير منك، بيجيلك حاله كده اسمها في ضبابيه في الرؤيه. انت كانك مش شايف كويس، كأن دماغك مسحولة في حتة، وانت يعني فقدت التحكم في حياتك، او فقدت التحكم في القدرة انك تمشي في اهدافك. حاسس ان انت مسحوب. انا قاعد اهو في مكاني والدنيا كويسة بس انا حاسة من جوايا ان انا مسحوبة في ضبابية في التفكير. حتى بنسميها كده الفوجي برين، اللي هو مخك كأن عليه ضباب، مش قادر تفوكس صح في حياتك. انت عمال بس باصص في الشاشة، عينك عليها، بتسمع حاجات مفيدة بس مسحول فيها ومفيش تنفيذ. فقدت القدرة على ان انت تبقى مركز في حياتك. فبيحصل فيها ايه بعد فترة من السحلة دي؟ بتلاقي نفسك تحس انت مش قادر تعمل حاجة، عندك تحس في شلل في التنفيذ. انا مش قادر اعمل حاجة، مخي سايح في بعضه. الحالة دي لو عندك، امسح مواقع التواصل الاجتماعي. والله نصيحة أخوية هتنططكوا 10 سنين قدام. المهم يعني، فأنا لاحظت في نفسي فترة من فترات الموضوع ده، فخدت بالي هو في أوقات كده بقع فيها في الثقب الأسود، اللي هو مش قادرة أمشي في أهدافي، وفي ضبابية في التفكير، في كده شكوك ما، في إحباط، في طب من فين المكونات دي جت منين؟ اكتشف مع الوقت ان انا لا، هي ممكن تكون السوشيال ميديا اللي عامله فيها كده. طب انت بتتفرجي على حاجات مفيده، مش حاجات يعني زعبله القله، ولكن انا حاسه انها ليها تاثير برضو ضار من كترها. كتر عينيك مركزه في شاشه، بتتفرج على حد عمال يتكلم ويرغي حتى لو حاجه مفيده، مع الوقت بتحس ان انت اتسحلت. ما بالكوا بقى بالناس اللي بتتفرج على حاجات مش مفيده، يوميات فلان راح فين، فلان سافر فين، فكم من الإحباط واللوس والضياع. المهم، فعملت ايه ساعتها؟ قلت خلاص 30 يوم يا أسماء مش هتفتحي فيها السوشيال ميديا. أنا ما اقدرش امسح السوشيال ميديا لأن عليها شغلي خلاص، بس أنا كان ايه، كنت عند كلمتي مع نفسي. بمعنى ايه؟ انه انا اوكي بخش انزل فيديوز وهتكلم مع الناس بس مش هتفرج على فيديو لحد، مش هشوف اي حاجه على السوشيال ميديا. وكان تحدي بيني وبين نفسي، ما كانش تحدي بكلمه التحدي، بس بمعنى ان انا ادركت انه ده سببه ده، وان انا مش عارفه امشي في طريقي مظبوط بسبب ده. خلاص، مع ان من بره اي حد ممكن يشوف طب ما انت ماشيه كويس اهو، لا، كل واحد عارف نفسه، عارف ممكن يعمل ايه وايه اللي موقفه، كل واحد عارف نفسه كويس. فساعتها قررت ان انا مش هشوف اي حاجه على السوشيال ميديا نهائيا من فيديوهات الناس ومسحت ابلكيشنز كتير، خلت بس حاجات قليله قوي وبخش عليها بوقت محسوب، انا داخله اعمل ايه وطالعه. اوكي، كنت في حاله ايه من التركيز مع نفسي في الحته دي، وبحطيت كام هدف كده دول لازم يتعملوا في اليوم. انا افتكر ال 30 يوم دول كويس قوي. ال 30 يوم دول انا كنت فيهم مركزه، محدده هدفي، بوصل له بسهوله وبسرعه. مش بسهوله ان انا مش بتعب فيه، لا بتعب فيه، بس قصدي بسهوله في مخي، مش حاسه ان انا فيه صعوبه وفي حمل على قلبي عشان اقوم اعمل الحاجه دي. هي في صعوبه في ادائها، في عملها، في تنفيذها، لكن مش دماغي عماله تجيب مليون فكره، شكوك، احباط، طب يا ترى، يا هل ترى. لا، الحته دي بتقل جواك تماما لما تبطل تتفرج على السوشيال ميديا. فده رقم 1. فبقيت احط كام هدف، بقيت انفذهم، بدأت احس ان انا في شعور مختلف تماما بتحسه تجاه نفسك، شعور بالانجاز، شعور بالفخر. ايه ده انا جامد جدا،
ده انا اقدر اعمل اكتر من كده بكتير. يعني معقوله حته الحديده دي هي اللي عامله فيا كل ده؟ كمان بتحس ان انت مخك كلير، يعني ذهنك صافي، مش بتفكر في حاجات، هادي. مش شاغل بالك مثلا امور في اسيا وافريقيا واوروبا. انت قاعد في مكانك، مركز على ورقه الاهداف بتاعتك، بتعملها، حاسس بانجاز، بفخر، بان انت منتمي للمكان اللي انت فيه، عارف تركز فيه، عارف تعمل مهامك بصوره اسهل. مين فينا مش عايز ده؟ فلما جربته قلت ايه ده؟ ده ايه السحله اللي انا كنت فاكره نفسي ان انا حاطه في حته مفيده وهي مش مفيده اصلا. فبقى بعد كده خلاص انا بقيت عارفه ان انا لو دخلت الحته دي انا هفقد تاني تحكمي، هيجيلي الفوجي برين ده اللي هو الضبابيه في الرؤيه. واوعى تاخد على نفسك بان انت بتتابع مشاهير كويسين قوي ومحترمين قوي ومش عارفه ايه فهم هيفيدوني. حتى انا شخصيا ممكن اجيب لك الفوجي برين ده. لذلك كل واحد لازم يحدد ماكسيمم هقعد قد ايه على في اليوم وهتفرج على ايه. هي ساعه بالكتير قوي، واخر اليوم، اخر اليوم بعد ما تكون خلصت كل اللي وراك. حاجه تانية برضو لاحظتها ان انا لو عندي امتحانات او عندي مذاكره ادائي بيكون اعلى بكتير لما البريك بتاعي ما يكونش سوشيال ميديا. لو انا قاعده مثلا بذاكر خلاص وعايزه افصل شويه، الفصله دي ممكن ترفعني 7 سما او تنزلني 7 ارض. ال10 دقايق اللي هاخدهم بريك ولا نص ساعه ممكن يخلوني اعرف اذاكر اكتر، ممكن لا. فانا خلاص دلوقتي ذاكرت وعايزه اخد بريك، باخد بريك باي طريقه ما فيهاش كلام، ما فيهاش متابعه لشيء، مخي فيها مش شغال. اوكي، زي ايه؟ زي ان انا قاعده في الهوا في البلكونه بشرب حاجه. حتى مكالمات التليفون ما تتعملش في البريك. ففي البريك سوشيال ميديا لا، مكالمات في التليفون لا. حتى يعني مش محبس تقرا كتاب او حاجه، لان انا عايزه ده يقف. احلى حاجه ان ربع ساعه دي تقعد فيها على السرير وتقفل النور وتغمض عينك شويه بس، اللي هو انت محتاج مخك يعمل شات داون، يهدى وبس. في اللحظه دي هتلاقي طاقتك بقت مليون، ركزت اكتر. ما جالكش يعني، حتى لو انا هقول ما فقدتش تركيزك يا سيدي، طاقتك حلوه قوي، مخك عم شغال. هو طبعا مستحيل ما تفقدش تركيزك او طاقتك، بس انا هفترض يعني مخك عمال دخل فيه افكار. هي وانت بتذاكر بقى ادائك لا يمكن يكون في تركيزه وفي نشاطه نفس الاداء، بالعكس هيخش لك مليون فكره تانية مشتته. يعني انا مركز ونشيط بس مليون فكره تانية دخلت جوه دماغك شتتتها. بدا الافكار دي تولد مشاعر، المشاعر دي تولد سلوكيات معينه تخليك تسيب المذاكره تركز في حاجه تانية. لذلك عايزين نعرف ان اهم سمه حاليا لو انت تمكنت منها ومسكتها في ايدك بجد بجد هتنجز اللي غيرك عمله في 10 سنين، خلاص، هي التركيز. انا مركز على هدف. لذلك انا من انصار حاليا اللي الواحد بيبني نفسه في الاول، انا انصار الهدف الواحد. هدف واحد انا حاطه قدام عيني خلاص، اللي هو اوكي انا ممكن احط كذا هدف بس الكذا هدف دول مش كلهم بنفس الصعوبة خلاص، لكن انا اقصد على عيني على هدف واحد هو اصعب واحد بالنسبه لي، هو ده الهدف رقم 1. تمام، مفيش حاجه في حياتي غيره، انا مركز عليه هو بس. طيب عشان اركز عليه هو بس اعمل ايه؟ اول حاجه لازم اعرف ايه الحاجات وادرسه، ايه الحاجات اللي ممكن تشتتني عنه، ايه الحاجات اللي ممكن تقلل طاقتي تجاهه، ايه الحاجات اللي ممكن تعلي طاقتي تجاهه. يعني حاجات اعملها او حاجات اشوفها او حاجات اقراها تخليني ابقى اسعى لاتجاه الهدف ده اكتر. والسؤال اللي قبليه ايه الحاجات اللي بتخليني يجيلي احباط، يجيلي شك في نفسي، اكره الهدف، اقل تحفيزي تجاهه وابعد عنها عشان خاطر الهدف ده. افتكر مره كان عندي هدف مهم قوي كنت عايزه احققه والهدف ده صعب قوي بالنسبه لي عشان عمري ما عملته قبل كده خلاص، وفعلا تجربه مش سهله ابدا. عشان اعملها انا وقفت حاجات مهمه جدا جدا، بس كان عندي ساعتها اختيارين. انا مش عارفه اعمل الهدف ده، صعب عليا وبيستهلك مني طاقه نفسيه وجسديه مش طبيعيه، وعشان اعمله انا مش هعرف اسد في الحاجات التانية.
فكان ساعتها قعدت مع نفسي قاعده كده وقلت يا اسماء، لو السنه ديت عدت وانتي محققه الهدف ده، شعورك هيكون عامل ازاي؟ ولو السنه دي عدت وانتي محققه الاهداف التانية بس مش محققه الهدف الاولاني ده، شعورك هيكون عامل ازاي؟ واخر سؤال، طب لو السنه دي عدت وانتي محققه الهدف ده بس ما حققتيش الاهداف التانية، ده بس اللي حققتيه، شعورك هيكون عامل ازاي؟ ومن خلال اجابتي على هذه الاسئله طلعت انه انا عايزه احقق الهدف ده. الشعور اللي هوصل له والنتيجه اللي هوصل لها بعد ما احقق الهدف ده بالدنيا وما فيها، بالاهداف دي كلها، لان الهدف ده انا عايزاه بجد. وانس ما عملته خلاص، وفعلا الوقت عدى بعديها بشويه لقيتني محققاه ومحققتش الاهداف التانية خلاص، انا حقيقي كنت مش حاسه بالذنب، مش حاسه ان انا زعلانه على الاهداف التانية، بالعكس حاسه براحه بهدوء. ايوه كده بقى، واداني طاقه اكبر ان انا اعمل الاهداف التانية. لذلك انا عايزاك تقعد مع نفسك قاعده بصدق وتقول انا عايز ايه الهدف اللي لازم احققه السنه دي، ال6 شهور دول ما يخلصوش غير بيه يعني، او ان انا اكون اخدت مثلا نص الطريق فيه، رابع الطريق فيه خلاص. وايه اللي ممكن عشان خاطر الهدف ده اتخلى عنه من اهداف تانية، من مشتتات. طب وهتعامل مع المشتتات ازاي؟ وانا بقول لكم اهو، مرض العصر بتاعنا ده خلاص، مرضه السوشيال ميديا، مرضه النت. لو قطعت عن نفسك النت شويه في السوشيال ميديا وفي الحاجات دي، والله العظيم هتنجز اكتر من اللي انت بتشوف الناس بتعمله ملايين المرات.